بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه يا شباب؟ ان شاء الله ميعادنا مع المحاضره الثانيه من الفاونديشن كورس سكيلز سنه اولى وثانيه وثالثه. طبعا هنتابع، احنا خدنا حوالي 13 قاعده ترجمه، ان شاء الله النهارده هنبدا في القاعده ال 14. وبقول لك لازم قبل ما تذاكر الكلام اللي احنا هنشرحه دلوقتي لازم حضرتك تشوف الكلمات ونشوف المعاني، لان احنا هنتكلم في الكلمات شويه كتير. اول حاجه يا مستر طبعا دي تحفظها قبل ما تشتغل زي ما قلنا. اول حاجه كلمه اسمها attend. قال لي يا مستر attend يعني يحضر. طب يا مستر attend لو بمعنى يحضر ايه الموضوع فيها؟ قال لي يا مستر هحضر حفله، هحضر حاجه، فكلمه attend. تاني حاجه birthday party يعني حفله عيد ميلاد. طبعا لو سالت سؤال محرج، انا اسف جدا، لو قلنا مثلا كلمه تيم ورك، يعني ايه يا مستر تيم ورك؟ هتقول لي يعني العمل الجماعي، صح كده؟ طب لو قلت لك تيم يعني ايه؟ هتقول لي تيم يعني فريق. طب تيم ورك يعني ايه؟ يلا قول عمل جماعي. طب تيم يعني ايه؟ فريق. فين الفريق اللي انا قلته؟ طبعا لا، كلمه تيم هناخدها بمعنى اخر، بمعنى ان هو جماعي. فاقول مثلا فوتبول از ا تيم سبورت، كره القدم لعبه جماعيه. الله الله الله، يبقى عندي تيم هنا تنفع ادجكتيف. قال لي يا مستر، وبالتالي في كلمة عكسها اللي هي فردي، فأقول مثلا individual. الله 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 الله. فخلي بالك نفس الكلام. يلا يا باشا، انت عارف birthday؟ ايوه، يوم ميلاد، عيد ميلاد. طب يلا birth يعني ايه؟ تقول لي والله ما اعرفها، ما قابلتهاش قبل كده. يا سيدي شغل التخيل معاك، واللي هنتكلم برضو فيه النهارده بعدين. الله الله الله. طب يا مستر birth يعني ايه؟ اديك جملة عشان تعرفها. اقول مثلا my wife is going to give a birth next month. give a birth هتدي ميلاد، يعني هتخلف، حامل وهتولد، pregnant. الله الله الله. يبقى عندي كلمة birth يعني مولد. الله الله. يبقى birth دي انا حافظها. طب birth يعني ايه؟ مش عارف. لا، شغل دماغك. فهنا birth معناها مولد. طب birthday party حفلة عيد ميلاد. كلمة paper يعني جريدة او ورق، ودي تنفع countable او uncountable. ولو معنى ورق الماتيريال المادة الخام فهتبقى طبعا لا تعد. فاقول مثلا this notebook، كشكول ده is made of paper، ما اقولش a paper. طب لو قلت مستر مثلا جريده بمعنى paper، هقول a paper او papers، وبتساوي كلمه newspaper. الله 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 الله. فخلي بالك من الحته دي. وفي كلمات في الانجليش ان شاء الله هتاخدها او انت عارفها تنفع countable و uncountable. doorbell يعني جرس الباب. professional يعني محترف. practice يعني يمارس. وساعات في البريتش يا جماعه ان نكتب practice with C letter هتبقى بمعنى الممارسة. خلي بالك من الحتة دي. في البريتش become يعني يصبح. يلا conjugate become، هتقول لي become became become، ناخد منها فعل اسمه come came. كلمة wide معناها عريض أو واسع، بتساوي كلمة board. بتساوي كلمة ايه يا جماعة؟ سوري broad، وهنتكلم فيها بعد كده. responsible يعني مسؤول. save معناها يوفر، بس لا يحفظ، لا ينقذ كمان، بتساوي كلمة rescue لو معنى ينقذ. educational process. طب هقول educational process ولا educational operation؟ طبعا لا، هقول عملية تعليمية educational process. حتة ترجمة في الاختيار. energy يعني طاقة، لو جبت منها صفة هتبقى energetic يعني مليان طاقة وحيوية. home قلناها الهوم المنزل او الوطن او البيئة. كلمة وسيلة يعني a means، وانا تكيت على الله الله. ليه يا مستر؟ قال لي يا باشا كلمة وسيلة يعني مينز؟ لا، مينز يعني وسائل. في كلمات في الانجليش حرف الاس ثابت فيها سواء كانت مفرد او جمع. طب مين شاطر يقول دي عرفت انها مفرد منين؟ ايوه، من ديترمينر الله الله. يبقى لما اقول امينز يعني وسيلة، طب عايز اجمعها، شيل بقت مينز. يا نهار ابيض. زي كلمات تانية. فين الكلمات التانية يا مستر؟ زي مكتوب في عندك في عنوان المذكرة ثابت سيريس. يعني ايه يا مستر سيريس؟ قال لي سلسلة كتب، سلسلة مسرح، يعني تأليف، وتنفع سيريس مسلسل. كلمة سيريس نفس الكلام بتاع مينز. فعايز اقول سلسلة واحدة يبقى سيريس، عايز اقول سلاسل يبقى سيريس. يا نهار ابيض. فعندي يا مستر كلمة مينز جمعها هي جمعة اصلا، لكن عايز اقول مفرد مينز هقول means. فاقول the bus is a means of transport، يعني الاتوبيس ده وسيلة مواصلات. among مستر انا حافظها بين، بس بين يعني between. قال لي between ما بين اتنين فقط. فلو انا قاعد جنبي علي وجنبي منى، فمنى
فعلي في النص يبقى علي is between احمد and منى. لكن عايز اقول انا واقف في قلب ال 100 واحد مثلا او في وسط 100 واحد هقول among. خلي بالك اتكلمنا الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت عن so شهأذت، يعني جدا لدرجه ان، وتنفع جدا لدرجه الا حسب اللي بعدها مثبت او منفي. سمع لي اي statement اي ذات بعدها statement. يعني statement جمله خبريه subject to verb. الشرف يعني honor. حتى في لعبه اسمها medal of honor. beauty الجمال. truth الصدق. ممكن ناخد القاعده دي هنقولها بعدين. الامانه يعني honesty مش honesty. agriculture يعني الزراعه، واندستري الصناعه، وافكت يعني يؤثر على. طب يا مستر لو احنا اتكلمنا على كلمه بتساوي افكت وبتلخبط وهي كلمه effect. affect verb فعل. طب effect قال لي دي noun. مستر بتلخبط. لا اديني حل. خد الحل السحري، حل بيضحك شويه. effect نوعها noun. noun يعني ايه يا جماعه؟ اسم. noun يعني ايه؟ اسم، وبالتالي الاسم effect. بس طبعا مش هنطق النطق كده اقول effect، لكن طبعا هقول effect. ده الاسم اللي هو معناها، يبقى معنى effect ايه؟ هتقول لي برضو اسم. يا عم انا بقول عشان اضحكك وخليك تفتكر المعلومه. لا دي الاسم من يؤثر يعني تاثير. الله الله الله. بيساوي الاثنين دول كلمه واحده اسمها impact وكلمه ثانيه اسمها influence. خلي بالك من اسم. ماشي. avoid يعني يتجنب. بيجي بعدها ال present participle فعل واخد ing. diseases يعني امراض، وينفع اجمع امراض عادي جدا. وتوتو قلنا جدا لدرجه الا مش عارف اعمل حاجه. نتوكل على الله ونسمي الله. والمناسبه لازم تحط نيه المذاكره في دماغك، لان ده لازم تشتغل معاك النيه علشان ربنا يجازيك عن النيه خير. هنتكلم يا مستر عن النهارده شغل القاعده رقم 14. وبنتكلم عن ايه يا مستر؟ قال لي هنتكلم عن لن زائد فعل مضارع يقابله في الانجليزيه مستقبل بسيط. قلت لك لازم تفهم الجمله العربي اللي بترجمها. فلما اقول لن افعل ذلك مره اخرى يعني يا بابا مش هعمل كده تاني، فيقابله مستقبل بسيط منفي. بننفي المستقبل بايه يا مستر؟ طبعا ب will plus not. طب دي كده، طب نتنطق ازاي؟ will not. طب دي هنكتبها، طب ينفع اختصار will not willn't؟ قال لي لا، انما هتبقى won't. هتبقى ايه يا فندم؟ won't. فيلا مين اللي مش هيعمل كده تاني؟ انا، يبقى I won't. في بعدها فعل في المصدر do that again او again. ممتاز يا مستر. قاعدة رقم 15. لو خبينا عليك المعلومة وقلت لك لم، تعال نجرب كده معاك. وقلت لك يلا يا باشا اشتغل لي كده عادي. لم يحضر احمد عيد ميلادي. يعني ايه لم يحضر؟ يعني ما حضرش. ما حضرش ده في زمن الماضي البسيط. مثبت ولا منفي؟ طبعا منفي. يبقى هنا يا مستر عندي حاجة هي ان انا لم يحضر فاحمد ما حضرش، فاحمد هنا هنستخدمه كفاعل. طب يلا يا باشا، يبقى احمد ما حضرش لم وفعل في المضارع تديني ماضي بسيط منفي، يبقى didn't. وفعل في الانفينيتيف لسه انت حافظ يحضر يعني attend. حفل عيد ميلادي اللي هو my عيد ميلاد مين؟ عيد ميلادي الضمائر يا جماعه my birthday party. ممتاز. فكرك ببيرث وبيرث. طيب يا مستر 16 كان ومضارع، و17 كان ومضارع، الله، و18 كان قد وماضي. خلي بالك. قال لي يا مستر القاعدة بتقول ان لو قلت يا مستر كان وفعل في المضارع هيقابلها حاجتين، يا اما ماضي مستمر past continuous، يا اما past simple ماضي بسيط. طب اعرف منين يا مستر؟ قال لي خد يا باشا الدليل. فاكر قد ولا قد وفعل ماضي عايزين مضارع تاني ماضي بسيط. طب هنا يا مستر كان وفعل في المضارع يا ماضي مستمر يا ماضي بسيط. قال لي امتى ماضي بسيط؟ ماضي بسيط يا فندم لو بيعبر عن habit. يعني يا مستر habit يعني عاده. طب امتى ماضي مستمر؟ لو في حدث شغال مع حدث او حدث بيقطع حدث. طب هنا يا مستر
كان والدي يقرأ الصحيفة عندما دق جرس الباب. الاتنين عندما هتبقى وين. الله، تصدق فعلا. طب يا مستر وين ينفع يجي قبلها ماضي بسيط وبعديها ماضي بسيط؟ قال لي لما نعبر عن العادة الهابت. طب الأولانية كان والدي يقرأ الصحيفة مين اللي كان بيقرأ؟ والدي. والدي يعني my dad أو my father. كان بيقرأ يبقى was reading. ماضي مستمر present past continuous أي علامة الاستمرار ing بحط قبلها verb to be عشان الفعل ياخد ing. was reading إيه يا مستر؟ the paper أو the newspaper. إمتى يا مستر؟ when. مين اللي دق جرس الباب؟ يبقى when the door bell. دق. انا عايز ايه؟ ماضي مستمر past continuous وماضي بسيط، لان هو ده حدث قطع حدث او حدثين كانوا مستمرين بس دول قطعوا. يبقى the door bell ring. لا يا مستر rang. ممتاز. طب كنت انا بلعب في الشارع كل يوم. فين يا جماعه الكلمه تدل على العاده؟ اتفضل يا فندم. عندما كنت صغيرا. لا يا فندم، الدل على العاده كل يوم اللي هي every day و usually و sometimes. ولما طالب تانية او تالتة عرف ان احنا مش كل ما نشوف sometimes يختار مضارع بسيط present simple، ممكن يبقى ماضي بسيط لو دل على العاده في الماضي. طب كنت العب في الشارع، مين اللي كان بيلعب؟ انا. يبقى I. كنت العب. طب كان يقرأ. الله، ايه الفرق؟ طبعا. وعلى فكرة انا متوقع انه بعد كده هيشتغل في الترجمة الاختياري على شغل الجرامر. الترجمة يبقى ليها كذا حاجة. طب مين اللي كان بيلعب؟ انا. يبقى I was playing. صح يا مستر. طبعا اقول لك انت كده بدأت تفصل. طبعا هتبقى I played. واحد ذكي قوي يقول لي يا مستر انا فاكرها العادة I used to play. صح. ينفع اقول it was my habit to play. صح. ايه ده؟ مش ماضي مستمر؟ لا. يبقى I played football. كنت بلعب كورة in the street في الشارع. امتى يا مستر؟ when. عندما كنت صغيرا. يبقى when I was young. ممتاز. طب يا مستر مين جامد؟ ما تقراش القاعدة. مين جامد يقول لي كان الفيلم قد بدأ عندما. عندما برضه يعني وين. الله الله الله، يا نهار ابيض. يلا طلع قاعدة. when ينفع قبلها past continuous ماضي مستمر و past simple ماضي بسيط. when بسيط. امتى؟ دل على العادة في الماضي. وفي دليل. مين الدليل؟ every day اللي احنا نسينا نكتبها بالمناسبة. ماشي يا مستر، شكرا. طب يا مستر هنا كان الفيلم قد بدأ عندما وصلت للسينما. قال لي لو قلت كان قد وفعل في الماضي في المعظم بتبقى ماضي تام past perfect. بيكون من ايه الماضي التام يا مستر؟ بيكون من had والبي بي. قاعدة التام يا جماعة قلنا اي تام اخره بي بي. طب عشان احط البي بي في المعلوم في التام هجيب فيرب تو هاف. طب ده ماضي تام يا مستر. يبقى ده يا مستر هاد والبي بي. اختصار هاد طبعا ابستروفي دي، وقلنا اسمها ابستروفي مش ابستروفي. كان الفيلم قد بدأ عندما وصلت للسينما. مين اللي بدأ الفيلم؟ قال لي لو جه ترتيب احداث يا جماعه مع عندما يبقى ده حضرتك الحدث رقم 1 وده اللي انت واخده قبل كده، والحدث رقم 2 وصلت. ايه اللي حصل الاول؟ الفيلم بدأ. طالما حصل الاول اللي اقدم زمن في الانجليش هو الباست بيرفكت الماضي التام. يبقى هتقول مين اللي بدأ الفيلم؟ يبقى ذا فيلم. الفيلم يا مستر had started. ممتاز. امتى؟ when. ودي معناها before. بالمناسبة I وصلت الى السينما. طيب arrived in ولا at؟ طبعا arrived هنا in ولا at؟ انا واخد at. ده بيعبر لي عن مكان ليه حدود، وان وبنقولها صغير وكبير. طبعا السينما ليها حدود فغالبا هتاخد at. طب ينفع اشيل arrived at كلها؟ واقول reached بدون حروف جر، ودي قاعدة هناخدها دلوقتي. وصلت الى السينما يبقى the cinema. طب ينفع اقول reached the cinema؟ طبعا. ليه يا مستر؟ قاعدة هناخدها في افعال بالعربي معاها حرف جر، بالانجليش ما معاش، من ضمنها كلمة reached. ممتاز يا مستر. اللي بعده يا دكتور يا دكتورة يا بشوات. رقم 19. ترجمة كلمة كل يا جماعة في الانجليزية. قال لي يا مستر كلمة كل في الانجليش قاعدتها بتقول ان لما اقول كل ليها نوعين ترجمة. ايه يا مستر نوعين الترجمة اللي في كل؟ قال لي يا مستر هنستخدم اول نوع وهو يلا هنقول كل. قال لي كل ليها نوعين، يا اما تقول every، يا اما تقول لي each، يا اما تقول لي all. طب يا مستر الله، طب هنعمل ايه؟ طبعا ده يعني فيك حاجات تانية الكل، بس ركز في دول. ده بيجي بعدها يا مستر اسم مفرد يعد countable
singular مفرد يعد. مفرد يعد. طب يا مستر all اللي بيجي بعدها الاتنين يا اما uncountable يا اما يا جماعه uncountable. نوع ايه يا مستر الانكاونتبل؟ نوعه طبعا يو. لما اقول حرف اللي على الاسم يو يا جماعه النون يو يبقى ده uncountable لا يعد. طب ودايما طبعا singular مفرد. طب يا مستر لما يجي مع all قال لي هنقول اسم جمع countable plural. فاقول all ولا every و each student؟ لا هنقول student countable singular مفرد يعد يبقى every او each. و each يعني بالاخص على حده كل واحد لوحده. طب يا مستر all معناها كل فاقول money each ولا every money ولا all money؟ لا طبعا all money لان الماني uncountable لا يعد. مستر انا بعرف اعد الفلوس الكلام ده نتكلم فيه بعدين ان شاء الله. بعد كده الكاونتبل بلورال فاقول all people ولا every ولا each people؟ طبعا all people. خلصنا القاعده بتاع all. شكرا. يلا يا باشا ترجم لي كل المعلمين. المعلمين طبعا هتبقى all لانها اسم جمع يبقى all teachers. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوعى بقى دبانه بقى عماله تقرفني. all teachers كل المعلمين. responsible مسؤولين صح؟ مسؤول adjective يبقى هتبقى طبعا are responsible for. العمليه التعليميه تبقى يا مستر ده انا بعرف اترجم جامد. ما انت يا باشا حفظت الاول وسمعت الكلام. educational process ايه ده يبقى ازاي يساعدني جامد جدا. القاعده رقم 20 يترجم ل او عند او يمتلك او لدى او يقتني الى او يتناول الى verb to have. لقد اصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب آلي. قال لي لقد اصبح. مين لقد اصبح؟ ما اعرفش. يبقى تبدا ب at. حلوه المعلومه يا مستر ما انا عارف. لقد اصبح متاحا لكل طالب. مين اللي اصبح متاح؟ ما اعرفش. يبقى at. لقد وفعل في الماضي مفيش دليل على الماضي مفيش يبقى عايزين present perfect مضارع تام. يبقى it has become ولا became ولا become؟ طبعا هتقول لي لا مستر become سمعناها في الاول. يبقى it has become متاحا. متاح يعني available. يقول لك ايه بترن كده على فودافون تشيك فودافون ولا حاجه بنعمل اعلان تاني اهو. يقول لك ايه the mobile you're calling is not available at the moment. نعم لا انا بسد وداني وبستنى لما اسمع العربي. ايوه الموبايل الذي تطلبه واتصلت به غير متاح مش عارف ايه. طب ما تسمع انجلش قولها كده يلا. the mobile you're calling is not available at the moment. ماشي. يبقى become available for كل طالب. ايوه لكل طالب. لسه واخدين القاعده والله الكلام ده يا جماعه متمخمخ فيه. لكل طالب يبقى for each student. مش كل واحد بياخد تاب لوحده. يبقى each student. طب يا مستر pupil يعني تلميذ. قال لي يا مستر هاخد القاعده it زائد اصبح او verb to be هتحط بعدها to. اقتناء يعني ايه اقتناء؟ انا مش عارفها بالعربي. اديك عرفت امتلاك يبقى to have. لا يا سيدي مش هقول have. تعال نقول القاعده كمان. اتفضل كده تعرف يعني ايه امتلك. يلا have بتساوي عارفينها own. طب التالتة يلا يا باشا قول كده معايا اولها حرف البي PO امتلك. طب يلا كمل كده. تعرف تكمل دي؟ طبعا اسمها possess. انا ريسوح انا عمري ما سمعتها قبل كده. لا سمعتها حبيبي. مش بتاخد حاجه اسمها possessions يعني ممتلكات فاقول my watch my mobile my pen are my possessions. ايه ده؟ طب مش انت خدت ال possessive pronouns ده؟ ايوه يا مستر ليه الاحراج ده؟ ضمائر الملكيه. بس انت تحفظش القاعده بالانجلش تعرفها عربي. ضمائر الملكيه يا سلام طبعا. يبقى عندي هنا يا مستر possess يبقى to possess. مش هستخدم يا مستر have. ماشي يا مستر. طب اقول لك على حاجه مش هستخدم طب هقول لك تعمل ايه. يبقى to possess اشيلها واحط have صح. اشيلها واحط on مفيش مشكله. جهاز حاسب آلي. طبعا حاسب آلي يعني computer. ينفع اقولها كمبيوتر واسكت؟ قال لي طب جهاز يعني ايه يا مستر عشان نعرف المعلومه؟ كلمه معناها set يا مستر. مش set معناها يعد. طب تعرف الباست اوف set؟ الماضي من set set لا يا حبيبي. طبعا set فما اقول مثلا set the table يعني يعد الترابيزه عشان ناكل. اما اقول مثلا set up يا مستر صح. set up يعني ايه؟
يعني يؤسس او ينشئ او يسطب البرنامج. ايه ده فعلا. واحنا عايشين في قلب الانجليش يا جماعه، بس احنا مش حاسين. يعني ايه؟ يعني بركب تاكسي، بروح اسافر لمحافظه تانية بركب الميكروباص. مش اسمه ميكروباص، اسمه بالانجليش مايكروباص. ايه ده مايكرو؟ مايكرو دي ايه؟ بريفكس. عارفين معناها ايه؟ يعني حاجه صغيره جدا او اصغر شويه. يا نهار ابيض، تصدق فعلا عندنا خط اللي بتركبه اسمه سيرفيس. سيرفيس صح، او سيرفيس. ما هو ده البابليك سيرفيس. عشان كده لما صاحب العربيه يقول لك اخري هنا يا باشا الخط هنا، اقول له بقول لك ايه، انت بابليك سيرفيس يالا. طبعا تسد ودنك بعدها. يبقى عندي هنا مثلا الكمبيوتر ست، وهنا ست معناها جهاز. للمدينه شوارع واسعه، نفس الفكره. للمدينه، مين اللي ليه شوارع واسعه؟ المدينه. ليه؟ يعني عنده، يعني يمتلك. يبقى هقول ذا تاون او ذا سيتي. اتفضل. يمتلك، يبقى هاز شوارع واسعه، يعني وايد ستريتس ولا ستريتس وايد. طبعا الادجكتيف بتيجي قبل الناون، يبقى هنا وايد ستريتس. ممتاز. قاعده رقم 22. لما بنقول يا جماعه من الجيد، من المهم، من الضروري، طالما قلت منه وما قلتش ايه، يبقى احنا هنستخدم يا مستر الفاعل ات السبجكت، ثم هستخدم معاها verb to be، حسب بقى انت مضارع ولا ماضي. فلما اقول يا مستر من الضروري او من المهم ان انا اعمل حاجه، يبقى هنا يا مستر هستخدم الات. من الجيد ان اتعلم. احفظ دي كده، اتس صفه تو مصدر. احفظها بس على بعضها، اتس صفه تو مصدر. ينفع احط حشو في النص، يعني ليه؟ فاقول اتس good for us. طب يا مستر من الجيد لنا ان نتعلم. ان هنا نتعلم هتبقى ما يقابلها ايه؟ التو بالانفينيتيف. يلا يا باشا، من الجيد هنبدا ب at، يبقى انا بات. من الجيد لنا ولا كان من الجيد؟ لا، من الجيد يبقى it as. من الجيد جيد يعني good. طب لو قلنا من الافضل يبقى it's better. لنا يبقى for us. وافصل لي كده for us، لان ممكن ما يقولش من الجيد واسكت، فمش هقول for us. ان نتعلم اللغات الاجنبيه. يلا يا باشا، يبقى to يتعلم يعني لا، هتقول لي educate، هتقول لي teach. لا يا فندم، يتعلم يعني learn، اما teach يعني يعلم. اللغات الايه؟ الاجنبيه. اللغات الاجنبيه هنبدا بالاول طبعا الاجنبيه، يبقى هتبقى يا مستر انا حافظها من الحصه اللي فاتت، يبقى foreign languages. ممتاز جدا. لانها هتفصل الهاء، هتبقى لان. لان يعني ايه يا مستر؟ because of. لا يا فندم، لان يعني because، وبيكوز بيجي بعدها statement. يلا يا شاطرين، يعني ايه statement؟ يعني subject verb. طب عايز، والناس كتيره قوي بتتلخبط ما بين بسبب ولان، ودي مصيبه. because يعني لان. طب يا مستر because of لان برضو؟ لا يا حبيبي، معناها بسبب، بتساوي due to owing to on account of والكلام ده. يا نهار ابيض. يبقى هنا عندي فرق شاسع. وطبعا اي حرف جر، سجل المعلومه دي عندك، اي حرف جر غير التو هتلاقي بعديه مفيش مصدر خالص. يبقى هنا فعل واخد اي ان جي، البريزنت بارتيسيبل، او اسم ناون، او ناون فريز، عباره اسميه هنتكلم فيها في الكورس التاسيسي الجامد اللي بعد كده مع الروابط. يبقى هنا يا مستر بيجي بعدها ناون او اي ان جي او بروناون ضمير والكلام ده، انما هنا بيجي بعدها جمله. يبقى فرق شاسع ما بين الاثنين في المعنى والاستخدام، فخلي بالك. يبقى it is good for us to learn foreign languages، ان نتعلم اللغات الاجنبيه. لانها يا جماعه هتترجم حاجتين، يا اما او ثلاث حاجات، يا اما تقول she is او it is او they are. قول انت. لانها. مين لانها؟ اللغات الاجنبيه. واحد تاني هيقول لي صح دي غير عاقل، يبقى it is مصيبه. لان انت لو اتكلمت عن الغير عاقل وقلت حرام يبقى جمع، دي مصيبه وانت مفكر ذلك. لا يا مستر مش فاهم. تعالى يا باشا ثانويه عامه 2021، حل يا باشا. the dogs الكلاب looked at the water and saw. اتفضل يا فندم، itself ولا himself ولا themselves؟ ده انا بسهل لك الدنيا. هتقول لي طبعا ايه؟ واحد مطبق مش نايم هيقول لي الكلب، مش هشوف الاس.
واحد تاني مفكر لحد تالتة ثانوي ان كلمة دوجز يعود عليها ضمير ات، ودي مصيبة اكبر. يا نهار اسود يا فندم. طبعا الضمير الفاعل السبجكت بروناون اللي يعود على دوجز هو ذي. يا مستر ازاي يا باشا؟ عشان غير عاقل حرام تاخد ذي؟ طبعا يبقى ذي شغال الجمع العاقل وغير العاقل، وبالتالي يا مستر ذي يتحول الى ضمير منعكس ريفلكسيف بروناون هتبقى themselves. يا نهار ابيض، المعلومه دي يا مستر ما كنتش حد قالها لي، ما انا عارف. ارجع اللي بعده. It is good for us to learn foreign languages. ها هتقول for لانها it is ولا she is ولا they are؟ طبعا هتقول they their او they are. طبعا هنحط كلمه لان يبقى because جه بعدها subject verb يا مستر، يبقى because they are وسيله. اتفضل يا فندم. وسيله يعني ايه؟ انا عارفها means. عك انجليزي. ليه يا مستر؟ لان احنا لازم نقول a means لانها وسيله. يا نهار ابيض. يبقى because they are a means. ايه؟ وسيله لمين؟ للاتصال. يبقى a means of communication او a means to communicate بين الناس. يلا between. لا يا باشا، الناس مش اتنين، يبقى among people. الله. 23 الاسماء المعنويه ما تاخدش ذا عند ترجمتها الى الانجليزيه. لو انت سنه اولى اقف لحد هنا، لو انت تانية او اولى ترم تاني تقفش لحد هنا. الطبيعي ان الاسماء المعنويه التي لا تعد ومش ماديه، فينفع الاقي الشرف ماشي في الشارع عمو شرف عامل لي؟ لا طبعا. ينفع الاقي الجمال ماشي في الشارع؟ لا طبعا. فده معناها يعني، ودي شويه امثله منها. طب يا مستر تنفع تاخد ده؟ قال لي هديك القاعده الاساسيه الاول. فالاسماء المعنويه لما بنتكلم عنها ما بتاخدش ذا. هضيف بقى حته اللي بتوع تانية وتالتة، الا اذا خصصتها. انا ريسوح. افهم دي الاول بعد كده شوف الا اذا خصصتها. بتكلم مثلا عن كلمه اسمها ديث. يعني يا مستر ديث يعني الموت. طب يا مستر الموت، فاقول all people كل الناس fear death بتخاف من الموت. طب لو مثلا ناس عندنا توفى باباهم وخلى الموضوع ده خلاهم زعلانين جدا، يبقى هقول death of their father ولا the death of their father؟ يا نهار ابيض. صح، هتقول the death of their father. ليه؟ خصصت الموت. موت مين؟ باباهم. يبقى the death of their father made them very sad. صح. يا نهار ابيض، خطيره. لكن القاعده الاساسيه خلي بالك، فارجع التقدم في الزراعه والصناعه، يبقى هتتكلم عن التقدم، يبقى هتقول progress in agriculture industry and medicine. بالمناسبه على فكره دي ممكن ناخد معاها ذا، بس انا بديك القاعده الاساسيه due to او because of، لسه قايلينهم. طب يرجع الى معناها بسبب، يبقى due to او because of modern science العلوم الحديث او العلم الحديث، لان كلمه ساينس ينفع علم وينفع علوم. تمام كده يا شباب؟ ممتاز يا مستر. اللي بعده يا ريس رقم 24 يا شباب، حفظ الافعال التي لا تحتاج الى حروف جر. يعني عندي فعل باللغه العربيه ان انا مثلا معاه حرف جر. طب يا مستر بالعادي قال لي مش في الانجليش ممكن ما يقابلوش حرف جر. فلما اقول مثلا استمتعنا بالحفل، يستمتع بها يعني enjoy. طب يا مستر enjoy يجي معاه حرف جر؟ لا. فهقول مين اللي استمتع؟ احنا. يبقى we. ضمير يا جماعه خطيره جدا. استمتعنا يبقى enjoyed. يا مستر استمتعت بايه؟ بالحفل with the party. طبعا لا. ليه يا مستر؟ هي في افعال ما يجيش بعدها حرف جر. يبقى enjoyed the party yesterday يعني امس. ينفع ابدا سين سؤال، ينفع ابدا ب yesterday اول الكلام؟ طبعا ينفع احطها هنا واحط بعدها الكاما. تخاف الاحصنه من الحرائق. مين الافعال يا مستر؟ امثله مثال زي كلمه affect يعني يؤثر على. طب بالانجلش affect بس. طب يحتفل ب يعني celebrate، فاقول we celebrate شم النسيم. طب فين ب؟ مفيش. وفي افعال ساعات يبقاش فيه ومفيش، بس انت رايح دماغك. يشعر ب feel، join يلتحق ب قلناها enjoy، arrest يعني يقبض على، يصل الى يعني reach. طب ما في arrive in اوقات، وفي get to يصل الى مكان بصعوبه. ماشي. admire يعجب به، فاقول I admire مستر علي. خلاص. او يعني يدين ب. ممتاز. include
يشتمل على أو يشمل. sacrifice يضحي. recognize يتعرف على. و obtain يعني يحصل على. طيب مثلا ما يحصل على فيها get ماشي ما عندناش مشاكل برضو من غير حرف جر. وكلمة fear. طب يا مستر كلمة fear يعني يخشى أو يخاف من. طب تنفع noun؟ تنفع fear الخوف. أما هتتلخبط لي تقول لي بقى إيه؟ لا يا مستر أنا عارف fair. قال لك fair معناها عادل. صح. فحتى كابتن محمود الخطيب كان بيقول للحكم بعد الماتش it's not fair. يعني الموضوع مش عادل خلي بالك. فهنا يا مستر كلمة fair. طب كلمة fear يخشى من أو يخاف. طب لو يخوف يعني إيه؟ قول أنت. يخوف أنا عارفها. أيوه. قال لي يخوف يعني scare. مستر دي جاي من scary. أيوه. وجاي من scared. طب في كلمة تانية اسمها frighten يعني يخوف. أنا عارفها الصفة frightened يا باشا. frightened يعني خايف مش يخوف. فعندي تخاف الأحصنة من الحرائق. احفظ الجملة الجميلة دي. يبقى horses. بصوا الحتة دي fear fires. fear يا جماعة fires. شكرا. horses fear fires. ادي القاعدة رقم 24. 25 ازاي اترجم لو قلت لك مثلا يوجد. كان يوجد. يجب ان يوجد. قال لي اول ما يقول لي يوجد او هناك او كان هناك سيكون هناك تروح رازع لي كلمة ذير. وش كده يا مستر؟ لازم تقول لي كلمة ذير. لازم تبدأ بكلمة ذير. طب يا مستر ذير وبعها يا جماعة is أو was أو were أو مضارع تام have been أو ماضي تام had been أو مستقبل will be أو يمكن can be يا نهار أبيض كل ده مستر؟ طبعا كل ده. يبقى يا مستر عندي هنا لما أقول لك يا مستر كل ده ممكن نختصره بإيه؟ لازم بعد ذير لو معناها هناك أو يوجد لازم verb to be. طبعا بقى حسب. يلا نترجم. يوجد الكثير من الطرق لتجنب الأمراض. يوجد أول قاعدة هروح قايل كلمة there. الكثير من الأمراض. طب there is ولا there are؟ طب يوجد مضارع. طب is ولا are؟ طبعا ما ينفعش am أصلا. لكن ينفع استخدم مثلا here مع كلمة am بس يبقى جملة كاملة فأقول here I am يعني أنا جيت أهو يا جماعة. ها هو. وينفع أقول له here he is. يعني ايه مستر؟ يعني عندنا بدأنا هو بدأ يشتغل يعمل الحاجة اللي بدأ يعملها. بيعمل حاجة غلط مثلا أو حاجة. وتعبر ساعات عن الدقيقة يعني ساعات. فأقول لي there يوجد كثير من الأمراض لتجنب الطرق لتجنب الأمراض. طبعا الطرق جمع يبقى هقول there are واحنا في المضارع present. a lot of. طب يا مستر many صح ما عندناش مشكلة. والأحسن طبعا a lot of. طبعا a lot of. طبعا a lot of بتساوي lots of أو many. يبقى there are many أو a lot of طرق يعني ways لتجنب. يبقى to يتجنب يعني يا جماعة avoid بيجي بعدها اسم أو ing يبقى diseases. ممتاز يا مستر. كان هناك يلا هتبقى there. كان هناك يبقى there was ولا where؟ اللي تعالى مشكلة واحدة يبقى there was أو was a problem مشكلة. في محرك السيارة يبقى with أو in the car engine. شكرا. اللي بعده سيكون هناك بدائل للبترول في المستقبل. سيكون يلا يا باشا هتقول يبقى there سيكون will be. طب لو قلنا لقد كان هناك ومفيش دليل على المضارع على الماضي هتختار ايه؟ ايوه يا مستر لقد كان وفعل ماضي ومضارع تام ماضي بسيط مفيش دليل على الماضي يبقى مضارع تام. يبقى هتقول يا اما there have been او there has been. طب لقد كان هناك وبعد كده دليل جملة تانية فيها ماضي بسيط يبقى احنا نستخدم had been. طب يمكن ان يكون هناك يبقى there can be. طب يجب ان يكون هناك يبقى there must be. طب سؤال مش موجود. طب لو قلت كان يجب ان يكون هناك اتفضل. يبقى there must الماضي من must طبعا had to يبقى اقول there had to be. يا نهار ابيض. المهم لازم verb to be يا جماعة موجود بعد there. سيكون هناك بدائل للبترول يبقى there will be. بدائل يعني replacements for petrol أو oil in the future. وينفع أبدأ ب in the future يا جماعة. طيب ماشي. لابد أن يكون هناك مشكلة حالة التلوث. لابد يبقى there. لابد أن يكون هناك يعني لازم يكون هناك يبقى there
ها لا يا مستر تصدق فعلا لابد ده ضرورة والزام، يبقى هقول there must be. يبقى there must be حل، يبقى a solution جاي من فعل solve لمشكلة التلوث، يبقى for مشكلة التلوث المضاف إليه قلنا the problem of أو مشكلة تلوث الهواء سوري the problem of air pollution مشكلة تلوث الهواء. ممتاز. اوكي مستر، ان شاء الله كده يبقى احنا يا شباب عملنا لك السيستم وخلصنا كده كورس الترجمة المكثف في حصتين، دي الحصة او المحاضرة التانية يا جماعة، ومع هنكمل طبعا مع الكورسز سكيل.